السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مرة ثانية على قناة سوسن شبيهي. اليوم إن شاء الله نقدم لكم طريقة تحضير صابلي الكوكياج. غيلزمنا لتحضير هاد الصابلي المقادير التالية: 250 غرام ديال الزبدة دايبة، 2 كيسان ديال السكر ثقيل، كاس ديال الكوك محمر ومطحون، 2 كيسان ديال الزيت، 2 البيضات، وبطبيعة الحال الدقيق حسب الخليط، وكذلك نحتاج طابع أو قطعة بهذا الشكل. في الإناء اللي غنخلطوا فيه العجين ديالنا نوضعوا الزبدة اللي فات لنا ذوبناها، ونضيفوا عليها نصف كمية ديال الطحين، ونجمعوا العناصر مع بعضياتهم مزيان. بعد ذلك نضيفوا 2 البيضات، وكاس ديال الكوك اللي قلنا من قبل اننا غنحمروه وغادي نطحنوه. نخلطوا تاني العجين شويه مع بعضياتو تينسجم. نضيفوا عليه 2 كيسان ديال الزيت، ثم نبداو نضيفوا الطحين بكميات قليله، ونجمعوا العناصر ديالنا مزيان مع بعضياتها حتى نحصلوا على العجين المميز لعجين الصابلي. وما نساوش بان لانجاح هاد الصابلي العجين ديالنا ما خصناش ندلكوه، يعني غير تنجمعوه. فاش نكملوا التحضير ديال العجين ديالنا نخلوها ترتاح واحد 5 دقائق حتى ل 10 دقائق، وتنسرحوا العجين ديالنا حتى تنحصلوا على عجين بسمك 4 ملم تقريبا. ثم تناخذوا القطاعه اللي وريناكم في بدايه الفيديو وتنقطعوا الصابلي ديالنا، تنوضعوهم في صينيه اولا فلاطه، تندخلوهم الفران لمده تقريبا 15 دقيقه. مره تنطلعوا عليهم باش ما يتحرقوش لينا، باش في النهايه تنحصلوا على قطع ديال الصابلي بهذا الشكل اللي كتشوفوا في الصوره. ثم تنمروا لعمليه الزيين. وبالنسبه للزيين صابلي الكوكياج غادي نحتاجو بطبيعه الحال واحد كميه من الكاوكاو محمر ومهرمش، وكذلك نحتاجو بعض القطع من الشوكولات اللي حصلنا عليهم باستعمال شوكولات دايب عن طريق حمام مريم. وهذا المول ديال البلاستيك اللي كتشاهدوا بهذا المثال راه معروف في السوق، الثمن ديالو راه ما غاليش بزاف. وكذلك غنحتاجوا كميه من الجليكوز اللي غنستعملوها باش نلصقوا مواد التزيين ديالنا على الصابلي. بعد ما طاب الصابلي ديالنا نمروا الان طريقه التزيين اللي غنستعملوا ليها الشوكولات اللي وريناكم من قبل طريقه التحضير ديالو بهذا الشكل، وكذلك كاوكاو مهرمش. وباش نجمعوا العناصر ديالنا غنستعملوا الجليكوز. نمروا الان طريقه التزيين.